السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عبد الله، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة ان شاء الله. هنعمل النهاردة مع بعض الفول المدمس في البيت. هنوفر كتير جدا وهيطلع معاكم جميل قوي، والزبدة كده في ايدك، وانت حتى شوفوا في ايدي عامل ازاي. يلا توكلنا على الله. احنا جبنا 2 كيلو فول بلدي مش مستورد، لان المستورد بيسود ومش بيبقى حلو، قشطته ما بتستويش. انا هنقعه 12 ساعة. تمام. انا جبت نص كوباية فول مدشوش اللي هو الابيض بتاع الطعمية ده. نص كوباية حطيتها على الفول وهنقعه معاه من بالليل. ده بعد ال 12 ساعة. شايفين تضاعف ازاي؟ والحجم ما شاء الله. الفول البلدي غير خالص عن المستورد في التدميس. دي نص كوباية عدس طبعا متنقية. انا هغسلها مع الفول. شلت من الفول 3 كوبايات قبل ما احط العدس، عشان هعمله فول نابت ان شاء الله. يعني هعمل شوربة فول نابت بس في فيديو تاني ان شاء الله عما ده ينبت. خلاص كده تمام. انا حطيت الفول في حلة الضغط مع العدس والفول المدشوش، وحطيت تلتين الفول والتلت مية، يعني في تلت مقدار المية بالظبط. يعني بحط تلتين فول وتلت مية، وليمونة خضراء. الليمونة دي بتساعد جدا على ان الفول ما يأكسدش معايا. اول بعلي النار في حلة الضغط. اللي ما عندوش حلة الضغط يحط في حلة محكمة قوي، يكون غطاها محكم قوي عشان ما يطلوش هوا وهو بيستوي. وهوطي النار اول ما يغلي. قعد معايا 3 ساعات. 3 ساعات الا 4 دقايق بالظبط، وكان استوى خالص معايا. شايفين النار واطية عليه ازاي؟ طبعا حالة الضغط بتساعد ان الحاجة تستوي بسرعة، انتوا عارفين يعني. ده الوقت اللي الفول قعدوا معايا. تمام كده. دلوقتي انا بخرج الهواء عشان اوريلكوا شكله بقى عامل ازاي، البخار. هفتح عليه دلوقتي واشوف الشكل بقى عامل ازاي، من غير الوان ومن غير اي حاجة. هشيل الليمونة اللي انا حطيتها، ما بتغيرش في الطعم على فكرة. بحط الفول المدشوش ده بيديني سمك حلو قوي بدل ما احط نشا يعني. والعدس بيديني لون جميل قوي للفول، زي ما بيقولوا كهرمان يعني. فشوفوا الفول الميه بتاعته تخينه ازاي، ولسه طبعا سخن. لما بتبرد الميه بتاعته بتتخن زياده. شايفين يا جماعه الفول عامل ازاي؟ والله شكله سبحان الله. طعمه خطير وحكايه. ما شاء الله الكميه دي عمل يعني ان انا واخده منها 3 كوبايات، عملت لي ما شاء الله 15 كيس كبار. انا بعبيه في اكياس بعد ما بيبرد وبحطه في الفريزر. شايفين دلوقتي لما ههرسه وهيبرد اللون حتى مش هيتغير لما يبرد. تحفة، جربوه والله مش هتندموا صدقوني. وما حطيتش بقى لا بابريكا ولا طماطم ولا اي حاجة، هو ده اللون الطبيعي بتاعه عشان العدس اللي انا حطيته، زائد الليمونة اللي انا بحطها دي ما بتخلوش يأكسد كمان. شايفين عامل ازاي؟ انا هوريكم دلوقتي بعد ما بيبرد، يعني ههرسه بعد ما بيبرد بيبقى عامل ازاي. زي ما هو ما بيختلفش. شوفوا بيستوي بيستوي. شايفين بيترس معايا بسهولة ازاي؟ انا حتى الفول اللي ساعات بنجيبه من بره بيبقى صعب قوي القشره بتاعته ما بتتهرس. ده ما شاء الله حتى القشره اتهرست. شايفين الميه؟ لان انا بقلب. شوفوا الميه، ما فيش الميه، مش خفيفه يعني. شايفين؟ ده عشان الفول الابيض اللي انا حطيته اللي هو المدشوش ده. القشره شايفين استوت خالص معايا لدرجه ان هي اتهرست. صدقوني اعملوه في البيت اوفر بكتير جدا من اللي انتوا بتشتروه من بره، وما شاء الله بكميه كبيره وبتقعد معاكي كتير قوي. واشوفكم ان شاء الله يا رب في فيديو جديد. يا رب يكون الفيديو عجبكم يعني، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.